بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم من مطبخي مطبخ طماطم. حبايبنا اللي بيعملوا دايت مش ناسينكم خالص. أحلى وصفة ليكم من غير تأنيب ضمير، وكمان لمرضى السكر ربنا يشفيكم ويعافيكم جميعا. هنعمل أحلى فطار النهاردة، بان كيك شوفان من غير دقيق ولا سكر ولا دهون ممكن تأذيكم. وصفة سهلة وجميلة خالص. جربوها هتعجبكم جدا. يتقدم مع العسل والمكسرات زي ما انتوا شايفين كده. ونشوف مع بعض ونقول بسم الله. معايا كده كوبايتين من الشوفان. معايا النوع الجميل ده من الشوفان هيعجبكم جدا بنكهة الفراولة. وكمان معايا كوباية من اللبن، وكمان معلقتين زبدة دايبة، وكمان معلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح، ومعايا معلقتين كاكاو خام، ومعايا بيضتين وعليهم الفانيليا زي ما تعودنا اول ما بنكسر البيض عليها الفانيليا على طول. في الخلاط بتاعي هضيف اللبن والبيضتين معاهم الفانيليا، وكمان الزبدة معلقتين كبار، ومعاهم معلقتين الكاكاو الخام، وهخلطهم في الخلاط. ومعايا كده الشوفان هطحنهم طحنة خفيفة كده في الكبة بتاعتي. خلاص هضيف بقى الخليط بتاعي ومعايا كمان الشوفان بعد ما طحنته، ومعايا البيكنج باودر ورشة الملح. وهقلب كويس. هبتدي احليه بالعسل النحل او سكر الدايت. معلقتين كبار من العسل، ونقلبه كويس جدا زي ما انتوا شايفين. والسوائل على حسب ما تطلب، لو احتاجت تاني بضيف شوية لبن كمان. بس كده مظبوط جدا. معايا الطاسة على النار مدهونة دهنة زبدة خفيفة، بتسخن، وابتدي اضيف كبشة من الخليط بتاعي وافرده كويس، واظبطه كده في الطاسة علشان الشكل النهائي بتاعه يكون مظبوط. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تاخد سوا من تحت، ونخلي بالنا علشان بيستوي بسرعة، والنار تكون متوسطة.
وابتدي اقلبه على الوش التاني. تمام جدا. خلاص استوت بسرعة معايا. هبتدي ادي دهنة بسيطة كده بالزبدة، واضيف كمان كمية من الخليط. المقدار يكون 1، ونفردها كويس كده علشان تستوي كويس معايا. نخلي بالنا لان الخليط بينشف بسرعة، علشان الشوفان بيتشرب المية اللي في العجين. وابتدي اضيف لها كل مرة اضيف لها معلقتين من اللبن. وادهن تاني الطاسة دهنة زبدة بسيطة، وابتدي احط المقدار بتاعي في الطاسة وافرده كويس. في كل مرة كنت بضيف للخليط معلقتين من اللبن واقلبه، وابتدي اعمل البان كيك في الطاسة. احط المقدار بتاعي واضيف مرة تانية. بدأت تستوي معايا زي ما احنا شايفين كده. اظبط شكله زي ما اتفقنا علشان الشكل النهائي بتاعه يكون كويس. وممكن كمان اغطيه علشان يستوي معايا بسرعة، وتستوي كمان من جوه. دقيقتين وهتكون استوت، واقلبها على الوش التاني. تمام جدا. ما شاء الله عليه، سهل جدا وطريقته سهلة، والطعم كمان هيكون مرضي كل الأذواق. وهيعجبنا ان شاء الله. تمام جدا. خلاص كله استوى، وببتدي اخلص كل الكمية الباقية معايا زي ما انتوا شايفين كده، وبنفس الطريقة دي. وبسرعة بيستوي، ما بياخدش وقت خالص، وبقلبه على الوش التاني. والنار تكون متوسطة معايا. وبسرعة بقلبه على الوش التاني علشان ياخد سواه من ناحيتين كويس جدا. ممكن بقى نحليه بالصوص الفراولة، ويكون دايت او صوص شوكولاتة دايت، او عسل اللي يعجبكم. وخلاص خلصنا معانا كل الكمية، وكله خلص زي ما انتوا شايفين. دي كل الكمية اللي المقدار اللي احنا عملناه مع بعض.
وخلاص خلصنا احلى بانكيك بالشوفان بيتقدم مع العسل والمكسرات، وما تكونش كمان المكسرات محمصة، تكون نية، ومع العسل، وكمان ممكن فاكهة مجففة، صوص شوكولاتة دايت، واحلى فطار لمرضى السكر وكمان للي عاملين دايت. وبالهنا والشفا ليهم يا ربي، ويكون الوصفة عجبتكم، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وصفة سهلة ولذيذة ليكم، واسرع فطار سريع جدا. شكرا ليكم، نورتوني. ما تنسونيش في اللايك والشير واشتراك في القناة لو سمحتوا.